السياحة الدينية أستاذ أنور، أنا السياحة الدينية إيش قد ما شاء الله إحنا عندنا سياحة دينية بالملايين، ترى إحنا أكثر من السعودية، يعني عندنا مواسم، صح. زيارة هاي الإمام صحيح. الكاظم، زيارة الإمام علي السلام. بوفاتهم، زيارة الإمام الحسين، فبالتالي إحنا هذه كلها من نعم الله علينا، هذه الأئمة وجودهم أنا أقدر أستثمره يعني وتصير عندي إيرادات كلش كبيرة. أولا مو أنا يعني آخذ من اللي يجيني $40 أسويه $100. اثنين، على طول الطريق اللي يؤدي إلى الحسين عليه السلام المفروض هاي كلها أنطي استثمارات حقيقية، يصير عندي فنادق، يصير عندي جراجات، يصير عندي مطاعم، بالتالي يصير عندي تشغيل للبطالة. مو اللي يجيني السائح، هذا السائح الآن دا ياكل عندي تمن وقيمة ببلاش، دا ينام بالخيم، الفنادق عندي ما تشتغل، لأنه هو إذا ينام بالخيمة ليش يروح للفندق؟ صح دكتور. وإذا أنا أوكل سمك مسقوف ولحم وهذا ببلاش ليه يعني؟ غير أنا أشغل اللي عندي، فببركة الإمام الحسين لازم أجيب إيرادات للدولة العراقية، هيك لازم أشتغل.